السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة فيديو جديد كده حبايبي مع بعض، وروتين بقى كده نعمل اكل مع بعض كده. قبل ما ابدأ الفيديو اقول لكم ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة، اللي ما اشتركش يشترك عشان تكبر بيكم. النهاردة حبايبي يوم كده ترفيه كده زي ما بنقول يعني. رحت السوق، جبت اكل علشان خاطر البنات كان نفسهم في سمك طبار. كلنا عارفين السمك اللي هو الطبار دوت، وناس بتقول بوري، بس البوري اللي هو بيبقى الحجم الاكبر شويه عن ده. طبعا انا بحب السمك ده قوي. هو يعني ممكن اكله عن السمك الشبار او البلطي. رحت السوق بقى، مشيت النهارده في السوق. فبعدين جيت قلت والله لا اجيب النهارده، ونقعد نشوي بقى على الفحم بطريقه الشرقويه كده، وطريقه الست الشرقويه كده. مع بعض بقى كده، ونولع الفحم كده ونشوي على الفحم، بيبقى طعمه تحفه تحفه وملوش مثيل بصراحه. انا بعشق شويته على الفحم، ما رضيتش ان انا اشويه بقى هناك في المحلات. بصراحه رحت على المحل عشان يشويه، فلقيته بيقول لي على الكيلو 25 جنيه. ايه يا جماعه؟ ليه 25 جنيه؟ يعني انا علشان اشوي مثلا 2 كيلو هدفع عليهم 50 جنيه شويه؟ طب واللي على ايه؟ هو احنا ستات خايبه لا سمح الله؟ ولا احنا مثلا مش هنعرف نشوي زينا زي المحلات؟ لا والله، لا هروح بيه وهجيب فحم، كيلو فحم ب20 جنيه هيشويهولي، وهيتبقى عندي فحم كمان للمره التانيه. انا عندي خشب هنا بتاع القانون، وقلت هولع وهشويه على الخشب. بس بصراحه السمك دوت لو شويتيه هو او البولت، لو شويتيه على الفحم بيبقى ليه طعم تاني خالص. بصراحه بيبقى طعمه تحفه. ما بتحرقش منك، الفحم بيبقى نوره هاديه، اللي هو السمكيه بقى بتاخد راحتها كده وتتشوي براحتها. كمان الفحم مبقاش بقى الخشب قصدي، بيبقى دخان كتير بقى كده ودوشه. طب وعلى ايه ما نشتري دماغنا ونجيب الفحم وشويه الرده، وهنخسر ايه يعني؟ وهنقعد في بيتنا معززين مكرمين، نولع القانون بتاعنا المحترم ونشوي، واصور مع كل حبايبي، ونعمل سمكنا وغدانا واكلتنا بايدينا. لا مطعم احنا عارفين بيغسل ايه ولا بيعمل ايه، لا والله يا جماعه. قلت لا والله لا هجيب، وهروح بقى واولع الفحم والخشب بتاعنا ونشوي عليه، ونعمل الدقه بتاعتنا الحراقه الجميله دي، ونعمل شويه شاي على الفحم كده، ونقعد بقى كده ايه اخر مزاج. والجو كان تحفه. انا بدات اشوي بعد العصر على بال ما الجو طر كده شويه. رشيت الحته اللي هعمل فيها، طبعا كنستها الاول ونضفتها قبل ما اقعد اشوي، ورحت رشه عشان الرمله تهبط كده والتراب، وعشان تطري وتديني شويه طراوه طبعا عشان الجو بيبقى حر. وقلت انا كده كده لما اولع الفحم الدنيا هتسخن شويه كمان. فبيني وبينكم بقى رشيت بالخرطوم وكنست الحته ونضفتها، وانا كان على قلبي زي العسل وانا بعمل الاكل، والموضوع كان سهل جدا. وحاجه اللي هو بقى ايه، بتبقي مستمتعه كده وانت بتعملي الاكل بمزاج. طبعا قلت خلاص، والقطط حواليا بقى زي ما انتم شايفين بقى، انتوا عارفين القطط بقى اللي مصاحبيننا دي، بالذات لما هيشموا ريحه السمك وريحه الزفاره مش هيسيبونا خالص. طبعا انا قعدت عملت قدامي بقى السمك اهو، حطيته والرده بتاعتنا. لو عايزه تشويه بزيت وليمون عادي جدا اشوي بزيت وليمون، عايزه تشويه بالرده برده ماشي، ما فيش اي مشاكل. انا حبيت اشويه بالرده كده، وعملت له بقى الدقه والتتبيله بتاعتنا، اللي هو اي حد بقى اكيد مش افتكاسه، اكيد اي حد بيعرف يعمل تتبيله السمك في البيت. جبت بقى قشرت شويه توم محترمين وكم قرن فلفل كده حراقين، لو انت عايزه فلفل بارد ماشي. على شويه كزبره، على شويه كمون، وليمون كتير بقى، حط ليمون كتير للسمك، انا بحب الليمون بتاعه يبقى كتير. وحطيت شويه زيت بقى في الدقه كده، فرمت ده كله في الكبه طلعت لي ناعمه. وعصرت ليمون كتير يا جماعه، وحطيت الملح بتاع السمك كده. بيحب ان انت ايه تبقي يعني يبقى مزي شويه حادق شويه، عشان لما تيجي تتبلي بالسمك تبقى يديك الطعم اللي انت عايزاه، اللي هو الطعم المظبوط يعني. بس يا جماعه انا جبت بقى والرده، وقعدت ولعت الفحم كده، والله العظيم كده بصوا كان متعه متعه ومزاج، وتحس ان انت كده قاعده مستمتعه وانت بتعملي الاكل بمزاج كده وبنفس راضيه. هي دي التتبيله يا جماعه. بصوا انا عصره ليمون فيها قد ايه،
مع الكزبره الناشفه مع الكمون والثوم والملح. ظبطتها بقى كده، كان ريحتها تحفه وتجنن. غير بقى ما انت قاعده شم ريحه الفحم بقى والسمك على الفحم كده، ولا تقولي لي مطعم ولا احسنها مطعم ولا اعتلها مطعم تشوي، ولا تروحي تشوي الكيلو ب 25 جنيه على ايه؟ طب ما انت اولى. انت لو هتجيبي كميه مثلا، لو انت عيله هتجيبي 3 4 كيلو، هتروحي تدفعي عليهم 100 جنيه، يعني 8 كيلو سمك. انا جايبه السمك ده ب 100 جنيه كيلو، اللي هو السمك الطبار، كان بيقول لي ب 120. بس طبعا عشان كان اخر 2 كيلو معاه، فقال لي خلاص هريحك فيهم، وانا قسما بالله ببيعهم من الصبح ب 120 وهحسبهم لك على 100، بس توزنيهم على بعض. قلت له يا عمي ماشي مفيش مشاكل. خدتهم ال 2 كيلو ب 200 جنيه، وجبت لهم الرده ب5 جنيه رد، ربع كيلو كده وازيد من ربع كيلو بشويه. وجبت الفلفل والحاجه، وانا عندي التوم. وعملنا في بيتنا حاجتنا على ايدينا، وغسلنا السمك على ايدينا، والنظافه والتتبيله بتاعتنا على ايدينا. وقلت خلاص يلا يا جماعه، وانا قاعده اهوت وهبه بتصورني، ولا تعب ولا شقه ولا اي حاجه خالص، واسمك بتعملي اكلك بايدك وانت عارفه اكلك وحاجتك على ايه. طبعا سعر السمك حلو، لان ده سمك طبار اللي هو بيتعمل الفسيخ. السمكيه اللي هي بتبقى بتتعمل الفسيخ دي يا جماعه، اللي هي الطبار، فسعره يعتبر حلو يعني. الشبار كان بيبيعوه ب70 وب65 في السوق، والحجم الكبير شويه كان بيقول لك بقى 75 80 على حسب. بس انا بصراحه ما بحبش الحجم الكبير قوي في السمك، ما بحبوش وما بستطعموش. السمكيه الصغيره في الشبار اللي هي الوسط يعني معقوله، بتبقى طعمها تحفه، بتبقى حلوه ومسكره كده، وتحس السمكيه كده مش اللي هي بقى قعدت وكلت بقى وبطنها وحشه والكلام ده كله. طبعا انا شويت اهو، الفحم كان كويس جدا معايا، انجزني بسرعه. انا قعدت والله قدام القانون ما كملتش يعني تلت ساعه بالظبط، كنت شويه 2 كيلو سمك على بال ما الفحم رعي معايا وولع وبقى حلو. وحطيت بقى الرده، وحطيت السمك بتاعنا والشبكه كبيره بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين بتاخد رصه حلوه. حطيتهم على رصتين يعني حطيت الرصه دي يا دوبها هي الحمد لله زي ما انتم شايفين كده على النار على الفحم. طبعا هبه ايديها عماله تتهز وهي بتصور، وانا عماله اقول لها قربي واظبطي ايدك، بس هي بقى ايه معلش بقى سامحوني في التصوير، لان نوره كانت ساعتها جوه بتطبخ الرز وبتعمل السلطه وبتعمل الاكل، فما كانش قدامي غير هبه ان هي عماله تصور. بصوا بقى، انا طلعت رصه اهي بالتتبيله بتاعتها تحفه وجميله، ريحته الجماعه والله العظيم ما هقول لكم على حلاوته. طبعا انا قلت لهبه املي لي كركه الشاي بقى، هنحطها على الفحم براحتها تاخد وقتها لحد لما نتغدى. انا كنت بشوي في السمك هنا، ونوره كانت بتعمل الرز، بنعمل رز ابيض معاه يا جماعه، الرز والسلطه جوه. وطبعا حمصت عيش على الفحم كده، انا بحب العيش كده سخنه على الفحم بيبقى محمص وجميل كده بصراحه، بيبقى تحفه. بقيت بقى اطلع في الدقه على طول وهو سخن كده، واحط في الصينيه. وحطينا الشاي سبته لما اتغدينا كان غلي براحته وكان استوى براحته كده. وحطيت بقى السمك، دي كان اخر حاجه معايا في السمك تقريبا، اخر رصه معايا. حطيتها بقى كده على الفحم، والله قسما يا جماعه بصوا، الصدق اللي قال ان اكل القانون دوت والخشب والفحم ده اكل ولا يعلى عليه. وفي نفس الوقت ما بتقفيش على حاجه، بتعملي كل حاجه وبتظبطي حاجتك براحتك، وبتقعدي وانتي قاعده كده دماغك رايقه، وبتعملي اكلك بمزاج، بيطلع اكلك تحفه. طبعا انا ما رضيتش اولع ساعه الظهريه عشان الجو كان لسه حر جامد جدا. استنيت بعد الساعه يعني الساعه 5 كده، ولعت لقيت حته ضله بقى وعملت. بصوا منظر السمك، ولا تقولي لي مطعم ولا تقولي لي تروحي بقى تجيبي جاهز ولا الكلام ده كله. السمك بيتكلم عن نفسه كده، وشكله تحفه تحفه، والنار هاديه معاكي. الفحم بقى انا بحب نار الفحم عشان كده. بصوا حطيت كنكه الشاي ولقمتها، وقلت نعمل شاي بالنعناع بعد السمك، بعد ما نتغدى نشرب الشاي على طول. بصوا يا المنظر والدقه والشكل غير الطعم بقى، الطعم كان تحفه والله يا جماعه. ان انا لما فتحت السمكيه قلبها من جوه ابيض زي البفته البيضه كده، والطعم بقى طعم الفحم نفسه بيدي طعم. بصوا القطط عازمينهم معانا طبعا ده اكيد اهو، دي القطط الصغيره، ده لسه الكبار بقى ساعه ما قعدنا نتغدى لقينا الكبار كلهم جايين هجوم. شفتوا انتوا الهجوم بقى، سمك بقى وحفله وعازمين بعضيهم بقى، وده بيروح يقول لدول وبيقولوا لبعض طبعا القطط، وبيجوا على الريحه طبعا كلهم. انا بقيت اطلع من على النار على طول، دي برطمان الشاي عشان كنت بلاقي من الشاي. عملت كده. بصوا كان اخر حاجه بقى لسه اهمت اخر سمكتين، السمكتين دول
والسمكه اللي في الدقه بقيت اطلع من الدقه، والشاي اهو كان مقرب بقى يطلع، قلنا هنسيبه براحته. هشيل الشبكه وهنزله تحت واسيبه لما يغلي براحته لحد لما ايه نتغدى براحتنا عشان نشربه وهو سخن. انا بحب برضو شاي الخشب، اي حاجه بتتحمل على الخشب انا بعشقها. ليه؟ بتفكرني بايام زمان والروايح الطيبه وايام اجدادنا وامي كده، الله يرحمها يا رب ويحسن اليها ويرحم امهاتنا جميعا. كانت كل حاجه والله قعدنا كده في عز الشتاء تعمل المحشي على القانون، وتروح جايه قلبيه على الغطا كده. كانت ليها طريقه ان هي بص تروح قلبيه على الغطا كده، وتروح جايه ساعه ما يستوي بقى تجيب صينيه وتروح فردها على الصينيه كلها، ونقعد ناكل بقى واحنا في قمه السعاده والفرح والطعم والجمال. يعني بصوا مش هقول لكم، حمرت انا بقى العيش كده على الفحم كده، كان طعمه تحفه. بس انا بقى ايه، شلت الشبكه وبعد كده حمرت العيش، يعني خفت تكون زفره والله واحط العيش عليها، فقلت خلاص انا هحمره كده منه للفحم. الفحم كده كده نضيف وما بيعملش هباب ولا حاجه. وفعلا العيش ما كانش مهبب ولا اي حاجه. وطبعا الشبكه بس عشان كانت مكان السمك كانت عايزه تتغسل، وانا والله ايه كسلت اقوم اغسلها، قلت لا خلاص هنحمصه كده. ولما جربت الرغيف وحطيته طلع متحمص وحلو، مش متعاصي يعني هباب ولا حاجه. عملنا بقى رز ابيض زي ما انتم شايفين كده، ونور عملت السلطه، بس للاسف ما لقيتش خضره للسلطه. حطينا قته بقى من الارض وفلفل حراق وبصل و... والطماطم وكده. بصوا على المنظر يا جماعه. وجبت ليمون بقى عشان نعصر ليمون عليه كمان عشان البنات بيحبوا عندي بالليمون. بصوا بقى قلب السمكايه، انا اتعمدت ان انا افتح السمكايه قدامكم عشان اوريكم قلبها. قسما بالله بصوا قلبها ابيض تحفه. السمكايه اصلا انا بموت في السمك الطبار ده. وده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.